السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة وصفة وفكرة. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة حلوة جدا. هنعمل فطاير كده بعجينة حلوة وهشة. نحشيها بحشوات مختلفة، بتنفع قوي في الفطار أو في العشاء، وممكن كمان تنفع معاكي في الغدا لو عايزة غدا خفيف كده وسريع. بصوا العجينة ما شاء الله هشة وطرية جدا وناجحة، والطريقة بتاعتها سهلة ومش بتاخد أي وقت. تعالوا بقى نشوف المقادير والطريقة. اول حاجه هنا هجيب معلقه من الخميره واحط عليها نص معلقه سكر وربع كوبايه ميه دافيه، وهسيبها مع نفسها كده تختمر. ودي كوبايه زبادي او لبن رايب. ومعايا بيضه هحطها كده في بوله وهضربها بالمضرب العادي اليدوي، وهنزل عليها كده برشه ملح. وكمان معلقه من الخل علشان زفاره البيض، وهضرب كويس. وبعدين انزل بالخميره واقلب برضو. وكمان معايا معلقتين كبار من الزبدة، تكون دافية بسيط ما تكونش سخنة علشان البيض والخميرة. وكمان معلقتين كبار من اللبن البودر، يعني حوالي نص كوباية صغيرة. وهقلب بقى ادوب المكونات دي كده مع بعضها كويس قوي. ومعايا 3 كوبايات من الدقيق هنخلهم وقت العجن. ادي اول كوباية. العجينة دي تنفع معانا في الفطاير اللي هنعملها، وتنفع معانا كمان في البيتزا. ممكن اعمل البيتزا بالعجينة دي. وادي تاني كوباية. وادي تالت كوباية. انا هحط كده في الاول 3 كوبايات، لو العجينة احتاجت معايا دقيق تاني هزود لها. هقلب كده بالمضرب، وبعدين ابتدي بقى اشيله واحط اللبن الرايب اللي معايا، او لو عندك لبن قطع معاكي في الحر ده ممكن تعجني بيه برضو. هحط كده الكوباية اللي معايا وابتدي اعجن العجين كويس قوي. لو لقيتيها ملزقة معاكي شوية هتزودي دقيق. لو لقيتيها مظبوطة خلاص كده مش هتزودي حاجة، على حسب بقى نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. احط بقى باقي الكوباية اللي معايا. هعجنها بقى كويس قوي لحد ما تلم معايا كده. العجينة بتبقى ناعمة وملمسها ناعم جدا، وريحتها جميلة جدا من اللبن الرايب والزبدة اللي حطيناها. وهسيبها بقى تختمر كده حوالي ساعة لربع ساعة. اغطيها بالاسترتش واسيبها في مكان كده دافي. كده كده الجو حر الايام دي، فمش محتاجة ان انا احطها في مكان دافي. ممكن لو الجو ساقعة او في الشتاء تدخليها جوه مثلا فرن البوتاجاز، ما يكونش طبعا والع، يكون طافي. او ممكن تحطيها في مكان كده دافي وتغطيها بكوفرتة او حاجة علشان تختمر معاكي. لكن احنا الجو حر فهتخمر معانا في على الرخامة كده في المطبخ عادي. هسيبها هتخمر معايا اهي. بصوا ما شاء الله اختمرت وبقت جميلة جدا. هطلعها بقى من البولة. هرش كده رشة دقيق، وهاخد العجينة هفردها كده رول.
وهقطعها. انا هنا قطعتها 10 قطع، ممكن لو عايزه حجمها اصغر شويه تقطعيها 12 قطعه، او حسب الحجم اللي انت عايزاه. انا هنا عايزاها حجمها يكون معقول، مش صغيره ولا كبيره قوي، فقطعتها 10 قطع. هتعمل معايا 10 فطاير حجمها حلو جدا. وهاخد كل قطعه كده هكورها كوره، وارصها كده على الرخامه جنبي، واسيبها برضو تخمر حوالي 10 دقايق كده علشان اعرف افردها. واخد اول واحده بقى كده وارش دقيق، وابتدي افرد واحده واحده. حاول افردها بشكل طولي شويه، مخليهاش مدوره. عجينه ما شاء الله حلوه جدا ومخمرانه كويس، وبتتفرد معايا بكل سهوله. الحشوه هنا بقى حسب ما تحبي، ممكن احشيها حلو وممكن احشيها حادق. انا هنا هحشي بالبسطرمه، وهحشي بالجبنه والزيتون، وهحشي كمان بالمربى. ممكن تحشيها نوتيلا، ممكن تحشي شوكولاته، ممكن كمان لو انت عايزاها للغدا تحشي صدوق، تحشي لحمه مفرومه معصجه، تنفع معاكي للغدا برضو لو عايزه غدا خفيف وسريع كده. انا هنا اول واحده اهوت حشيتها جبنه، دي جبنه اسطنبولي مقطعه عليها زيتون قطع صغيره. وهاخد بقى الجنبين كده اتنيهم على جوه، والف الاطراف التانية، وابتدي الزقها بقى كويس كده، اقفل عليها كويس قوي علشان الحشو ما يطلعش بره. بس ده بيبقى شكلها. وهجيب بقى صينيه الومنيوم ادهنها بالزيت، وارص فيها اللي انا هعملها. دي كده اول واحده. هعمل واحده تانية. هفردها كده حوالي نص سنتي، ما ترققهاش قوي، وبرضو تفرديها كويس، يعني نص سنتي كده معقول. خليها بشكل طويل كده شوية. ودي واحدة تانية هحشي هنا بسطرمة، ممكن احط معاها جبنة رومي او احط معاها جبنة موتزاريلا، المتوفر عندك. ممكن جبنة شيدر. وهقفل برضو الجنبين كده بالطول، واخد الجنب ده كده والجنب ده تاني عليه كده، واقفلها من الجنب. سهلة جدا، مش بتاخد اي وقت، وحتى في التسوية بتاعتها برضو بتستوي بسرعة. اسيب بس مسافة ما بينهم كده عشان انا لسه هسيبها تخمر تاني. ودي واحدة تالتة. هنا ممكن احشي بقى حلو لو انا عايزاها حلوة. انا هحشي هنا بالمربى، وزي ما قلنا ممكن شوكولاتة، ممكن نوتيلا، ممكن اي حاجة ممكن تحطي فيها عجوة متفصصة، هتبقى حلوة برضو. لو عجوة مفصصاها كده ومسخناها مع معلقة زبدة فلاحي كده بتبقى جميلة جدا برضو. يعني الحشوة دي بقى بتاعتك زي ما تحبي احشي، بتحبي حلو بتحبي حادق، عايزة تنوعي كده وكده. هحشيها هنا مربى. تنفع كمان للولاد لو رايحين المدرسة، ممكن نعمل لهم كده وياخدوا معاهم المدرسة، مع ان احنا مش عارفين السنة دي هنودي المدرسة ولا لأ. ربنا بقى يستر ويعدي الأيام اللي جاية على خير يا رب. هقفل برضو من الجنب كويس. أهم حاجة الخطوة بتاعت التقفيل دي تقفليها كويس علشان لما تخمر ما تفكش معاكي. وهغطيها بقى كده حوالي ربع ساعة تلت ساعة بالكتير. هلاقيها برضو اختمرت معايا اكتر. هجيب بقى معلقة لبن بودرة على معلقة صغيرة من النسكافيه، وعليهم معلقتين 3 مية، وهدهن الوش. ممكن تدهني الوش بصفار بيض على رشة فانيليا زي ما تحبي. هدهن بقى الوش كله كده.
انا نقلتها لصينيه اكبر علشان احطها كلها في صاج واحد واسويها مره واحده. ادهنها بقى كويس قوي كل الوش بتاعها كده علشان تديني لون حلو، وكمان علشان هرش عليها سمسم ما يقعش من على الوش. هحط بقى على الوش كده سمسم وحبة البركة، تدي طعم حلو جدا، وكتر بقى السمسم بيخلي طعمها جميل جدا، وكمان بتبقى مغذية جدا للولاد. السمسم مليان فوايد ومليان كالسيوم. هرش بقى عليها كده، هغرقها كلها، واكون بقى شغلت الفرن سيبته يسخن حوالي 10 دقايق على الرف اللي في النص، وهحطها. يكون الفرن درجة حرارته عالية، على أعلى درجة حرارة عندك، وحطيها في النص ربع ساعة بالظبط، وتبصي عليها من تحت كده، ارفعيها هتلاقي من تحت كده بدأ لونها يبقى ذهبي. تطلعيها على الرف اللي فوق تحت الشواية 10 دقايق كده لحد ما وشها يحمر وياخد لون، وبعدين تطلعيها. بصوا هشة وجميلة جدا وطعمها حلو جدا جدا. وكمان الكمية بتاعت ال3 كوبايات دي عملت معايا كمية حلوة. بصوا ما شاء الله من جوه، شايفين العجينة هشة ازاي؟ دي اللي بالجبنة والزيتون، عاملة زي السفنجة، حلوة جدا جدا. العجينة دي بجد رائعة. ودي بقى اللي بالبسطرمة والجبنة الموتزاريلا، بصوا بتشد ازاي، شكلها حلو قوي. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها ان شاء الله.